يونيتي جروف كانت المفروض تكون ملجئي. كنت تعبانة من حياتي اللي ملهاش أي طموح، تعبانة من كل حاجة ومستميتة أغير حياتي. لما سمعت عن المجتمع ده اللي فيه سلام وهدف ما ترددتش. كلوي درايفر استقبلتني بابتسامة مشرقة، لكن كنت بحس إنها متصنعة. عينيها بتحللني كأني لغز محتاج يتحل. جوزها مايكل كان واقف وراها ساكت، نظرته كانت تقيلة جدا وصعب تجاهلها. أهلا بيكي في بيتك يا أختي إيما، كلوي قالت وهي بتحضني كأني صديقة قديمة. هنا هتلاقي اللي كنتي بتدوري عليه. في الأول كان كل حاجة شكلها عادي، الأعضاء كانوا مؤدبين رغم إنهم كانوا ساكتين بشكل غريب، وكانوا بيعاملوا كلوي ومايكل كأنهم أسياد. القواعد كانت صارمة، مفيش موبايلات، مفيش أي اتصال بالعالم الخارجي، لكن قلت لنفسي ده أكيد جزء من جاذبية المكان، كأنه نوع من الاستجمام. كلوي كانت غريبة، كانت لازقة في مايكل كأن حياتها معتمدة عليه، وبتفضل تراقبه طول الوقت. لو أي ست تانية اتكلمت معاه ابتسامتها كانت بتترعش وإيدها بتتشدد. في ليلة وقت العشاء بنت اسمها كلير ضحكت على حاجة مايكل قالها، وش كلوي يتجمد ومسكت الشوكة بإيد بيضة من كتر الضغط. تاني يوم الصبح كلير اختفت. كلير راحت فين؟ أنا سألت. هي ما كانتش مخلصة. كلوي ردت بصوت متزن وعينيها كانت زي التلج. وده كان كل اللي حصل، محدش تاني حتى اهتم. الإيزاد. ابتسامات كلوي بقت مصطنعة أكتر كل يوم، وفي مرات كانت بتبصلي كتير قوي كأنها بتحسب حاجة جواها. ومايكل ما كنش بيقول عكسها، كان قاعد كأنه خيال راجل. وفي ليلة كل حاجة اتقلبت. كان الوقت متأخر لما سمعت صرخة طفلة حادة ومذعورة. قلبي وقع، مشيت ورا الصوت بخوف وقلبي بيدق بسرعة. من شباك الكابينة شفت كلوي ماسكة بنتها آفة من دراعها. البنت كانت بتعيط وبتلوح بإيديها الصغيرة وهي بتهزها بعنف. هي مش طاهرة، كلوي صرخت، صوتها كان بيتكسر. هي بتاخدك مني يا مايكل. أخدت بالك مش كده؟ مايكل كان واقف ساكت، ما بيعملش حاجة. كلوي جرت آفة برا مسكها جامد. أنا مشيت وراها من بعيد، رجلي كانت بتترعش. وقفت عند حفرة النار وشها منور من نار الخشب المتولع. ده اللي محتاجينه. كلوي قالت بصوت فجأة بقى هادي، شبه مطمئن. رفعت السكينة، نصله لمعة من انعكاس النار. صراخ آفة تحول لأهات. لا، كنت عايزة أصرخ لكن صوتي ما طلعش من زوري. السكينة نزلت وصويت آفة اتقطع فجأة. الدم طرطش على إيدين كلوي، فستانها ووشها. سابت جسمها الصغير يقع على الأرض كأنه زبالة. اتجمدت. كلوي ركعت جنب آفة، إيديها الملطخة بالدم كانت بترتعش، لكن مش من الندم. كانت بتبتسم، بتهمس لنفسها وهي بتمسح السكينة في فستانها كأنه زي أي يوم عادي. مايكل لسه ما اتحركش، كان متنح لجسم آفة كأنه لعبة مكسورة. دلوقتي بقينا إحنا وبس. كلوي همست، وبعدين بصت لمايكل ومسحت الدم اللي على وشه بصوابعها وهي بتبتسم أكتر. رجعت لورا بسرعة، بالعافية قدرت أمسك صرختي وطلعت أجري على الكابينة بتاعتي. قفلت الباب وكنت بترعش بطريقة مرعبة. لازم أهرب من هنا، بس التلال كانت ما بتخلصش والغابة كانت كبيرة. تفتكر لو شافتني هتعمل إيه؟ تاني يوم كلوي كانت نفسها تاني، قاعدة في أول الترابيزة مبتسمة بتتكلم عن التضحية، التطهير. محدش اتحرك ولا حتى حسوا بإن في حاجة غلط أو إنهم مش مرتاحين. لميت هدومي في شنطتي وجريت في الغابة نفس الليلة. الغابة بلعتني في ضلمة كاملة، كل شوية بسمع صوت لفرع بيتكسر وده بيخليني أحس بالرعب. وبعدين سمعت صوتها ناعم، لكن مستحيل اتلخبط فيه. قايمة، صوتها كان ناعماً زي المغني، لكن خلاني أحس ببرد في جسمي. لفيت وشفتها واقفة عند الشجر، السكينة لسه في إيدها والدم لسه على فستانها. انتي مش هتمشي. هي همست وقربت أكتر. انتي بقيتي تبعنا خلاص. هجمت وأنا جريت. الفروع جرحت جسمي وكنت عايزة استريح وأخد نفسي، بس ما أقدرش أوقف جري. نفسها وضحكتها الخشنة كانوا بيقربوا مع كل خطوة. وصلت أخيراً للطريق، لكن وقعت قدام عربية.
وش السواق خبط في الدركسيون وهو بيحاول يوقف العربية بسرعة. ده آخر حاجة فاكراها قبل ما يغمى عليا. بعدها بيومين كلوي ومايكل اتقبض عليهم. الشرطة اكتشفت حاجات مرعبة: جثث في قبور مرعبة، كتب مليانة طقوس شيطانية، وليستة بأسامي ناس. اسم كلير كان على واحدة من الأسامي دي. حتى دلوقتي، رغم إن كلوي محبوسة في زنزانة في السجن، عندي إحساس إنها لسه عايزة تخلص عليا. أوقات كتير بالليل لما الدنيا تكون هادية، بحلف إني بسمع صوتها وهي بتقولي: أنتي مش هتمشي. كلوي درايفر، اللي قالت عن نفسها صاحبة طائفة، صدمت المجتمع لما اكتشفوا إنها خلصت على بنتها الصغيرة كجزء من طقس، وإنها مهووسة بجوزها مايكل، وادعت إن الطفلة مش طاهرة. كلوي لعبت بعقول أتباعها وخلتهم يصدقوا إن العمل الفظيع ده كان تضحية ضرورية للتطهير الروحي. المحققين كشفوا تفاصيل مروعة عن الانتهاكات والتلاعب داخل الطائفة، واللي فيها مايكل كان ليه سيطرة كبيرة على كلوي والجماعة. الجريمة كشفت عن أعماق الظلام اللي كانت في علاقتهم الغريبة، والتأثير المدمر لجماعة الطائفة بتاعتها. كلوي ومايكل اتحكم عليهم بالإدانة، وسابوا وراهم مأساة كبيرة. هتلاقي صورهم الحقيقية عندي في صفحة الإنستجرام. وأخيراً، لو عجبك الفيديو متنساش تحط لايك وتشترك في القناة، وابعت الفيديو ل3 من أصحابك. وبس كده، أشوفكم في رعب جديد.